طبعا عزمنا واحد من الأصدقاء في مزرعة. البداية شفنا فيها الخضروات والمشروبات المختلفة، كان الجو يوحي بأن العزومة رائعة. كان عندي فضول نعرف شنو هي الوجبة. دخلت للمطبخ وشفت التحضير للوجبة. البداية شفت طنجرة السمن الوطني والخبزة والتمر. عرفت على طول أن الموضوع فيه مثرودة اللي يديروا فيها البوادي، مش المثرودة بتاع المكسرات والجوهر. بدأ تحضير للوجبة، حطوا الخبزة على السمن وضفوا لها التمر. كانت الأجواء رائعة جدا. كان تحضير للدحي أو البيض، وبعدين جاء وقت المرق واللحم اللي يقولوا البوادي على مفاصل. التجهيز كان للمرق، وبعدين تجهيز سفرة الوجبة اللي فيها كانت مثرودة. وأنا عندي مثرودة هذه من أجمل الأكلات الليبية. حطوا البيض، وبعدين جاء اللحم الوطني كيف ما يقولوا البوادي على مفاصل. فعلا اللحم كان على مفاصل، الله يبارك. وجت الوجبة وكانت من أروع الوجبات اللي ذقتن خلال الفترة الأخيرة.